عندي هنا الحمام، جبته ونضفته كويس جدا وغسلته غسلة متينة وعملته من فوق بالشكل ده عشان الجراب بيبقى من فوق مش من تحت بالشكل ده. طبعا اللي تعمل موضوع الصدر ده لازم تكون متمكنة شوية وهي بتعمل، وتكون هادية ما تتعصبش على الحمام لان الجلد بتاعه بيبقى رقيق قوي. جبت عندي هنا كام بصلاية كده، فرمتهم فرمة حلوة قوي ناعم، وهنزل بيهم كده بكام معلقة من الملح عشان احدق الحمام بتاعي. انا عندي هنا الحمام بسم الله ما شاء الله، فعشان كده عامله الملح على قد الحمام اللي عندي. وعندي هنا كمان شويه كده من الفلفل الاسمر. تحاولي بقدر المستطاع تعملي كده بايديكي تطلعي التسكيره اللي في قلب البصل. الخطوه دي مهمه جدا عشان تعرفي تاكلي حمام مسكر. هوريكم طبعا انا هحشيه ازاي، بس الاول انا بتبل الحماميه كده من جوه عشان تدي طعم حلو معاكي بالشكل ده. وتجيبيها برضو من هنا كده وتتبليها كده بحبه من الملح والفلفل والبصل بالشكل ده. اخلص بقى بقيه الكميه بتاعتي وارجع لكم. خلاص عندي هنا تبلت كل الحمام بالشكل ده بالبصل والملح والفلفل. حطيت كمان الكبد بتاعتي والقوانص. طبعا القوانص انا مقطعاها حتت صغيره كده عشان لما احطها في الزبده تستوي على طول. يستحسن انك تبيتيها في التلاجة قبلها بيوم عشان خاطر تدي طعم حلو واللحم بتاعها يبقى مسكر. هنزل بقى عندي كده بالقوانص اللي متبله بالبصل والملح والفلفل. هديها تقلبتين بس كده لحد ما تدخل في السوا خالص. عندي هنا خلاص القوانص خدت كام تشويحه كده حلوه، خدت بالظبط 5 دقايق او 7 دقايق على النار. هنا بقى هنزل كده بمعلقه من السكر، وادي برضو تقلبتين، وبعدين هنزل بالكبده بتاعتي بالشكل ده. ما تقلبيهاش، هي بالظبط كده ايه ثواني بس تاخد الصدمه وبعدين تيجي تقلبيها. ما تقلبيش فيها كتير، يعني تسيبيها كده بس هتاخد بالظبط كده تشويحتين. وخلي بالك وانتي بتقلبي عشان البصله اللي انتي متبله بيها الكبد والقوانص ممكن تعمل عمليه فرقعه كده بسيطه، فخدي بالك لو كنت انتي لسه متبله. هتاخد تشويحه وارجع لك. الكبده هنا عندي خدت تشويحتين بالشكل ده. الكبده ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه في السوا بتاعتها. بعدين هننزل هنا ببصلتين كده حلوين بالشكل ده، ونديها تقلبتين مع الحاجات الحلوه دي. عندي هنا هنحط البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل، نطره كده من الكمون، شويه من الكزبره الناشفه، شويه من القرفه والجنزبيل، وشويه كده صغيره من بودره الزعفران. بتدي للفريك طعم حلو قوي وريحه كمان ولون. هتقلبي كل ده مع بعض كده. عندي هنا الفريك جبته ونقعته لمده ساعتين في ميه سخنه، وبعدين صفيت الميه بتاعته بالشكل ده علشان اقدر احطه على الخلطه الحلوه اللي احنا عملناها دي بالشكل ده. هتقلبي بقى تقليبه حلوه كده وتخلي كل الحاجات الحلوه دي
تتمغمغ مع الفريك كده وتتشوح معاه تشويحه حلوه. هنا قلبت الفريك بتاعي مع الحاجات دي كلها ومع الزبده بالشكل ده لحد ما كل حبايه فريك ما خدت كده من كل الحاجات الحلوه دي. كل ما هتقلبيها اكتر كل ما هتاخدي فريك مفلفل وانتي بتحشيه مع الحمام. هننزل بقى كده بالميه السخنه بتاعتنا ونقلب ونغطي عليه لحد ما ياخد نص سوا، يعني ما يستويش كامل. وتوقي الحدق بتاعك زي ما انتي حابه. عندي هنا الفريك خلاص كده استوى. طبعا ما استواش للدرجه ان احنا ممكن ناكله، بس انا عاملاه كده نص سوا او 3/4 سوا علشان هحشي بيه الحمام بالشكل ده. هطفي بقى عليه واسيبه يبرد وهقول لكم انا هحشي الحمام ازاي. بصوا لونه حلو وجميل ازاي علشان خاطر سنه الزعفران اللي احنا حطيناه فيه، بودره الزعفران. الفريك عندي هنا برد بالشكل ده. اجيب بقى عندي الحماميه بالشكل دوت، طبعا اللي انا عملتها معاكم بالملح والفلفل والبصل. هنحشي الحماميه بتاعتي من فوق. انا ما بحشيش الحمام من تحت خالص، يعني بالشكل ده كده هتحشيها. وحاولي لما تيجي تحشيها ما تكبسيهاش قوي. البنانيت طبعا اللي اول مره يعملوا حمام او عاوزين يجربوا تجربه الحمام، احشي الحماميه بتاعتك من فوق مش من تحت بالشكل ده. وبعدين تسرحيها كده حته كده بسيطه قوي على الصدر. بصوا المنظر. والحته التانية سرحيها برضو بسيط قوي كده عند الصدر. متحاوليش تملي الصدر عشان ما تفرقعش منك في الشوربه. بصي بتحطي كده حبه صغيرين بالشكل ده وبتسرحيهم كده بالراحه خالص على الحماميه من جوه بالشكل ده لحد ما تحسي ان شكل الحمامه معاكي بقى حلو كده زي اللي بنشوفه في المحلات بره. طبعا مش هتيجي بالنظافه دي كلها، بس في محلات بتعملها حلوه، بس انا ما اكلش الحمام من بره ابدا، حتى ولادي نفس الحكايه. بصوا منظر الحمام عامل ازاي من جوه كمان. نحط شويه كده، ما تقلقوش خالص مش هيطلع منكم في الشوربه وانتوا بتسلقوه. في ناس بتعملها في الكيس الحراري، انا جربتها قبل كده في الكيس الحراري وكانت جميله جدا. تحطي حبه كده برده من جوه. وبعدين الحمامه بتبقى بالشكل ده معاكي. هكمل بقى بقيه المقدار اللي معايا وارجع لكم. جبت طبعا الحله اللي انا هسلق فيها الحمام كانك بتسلقي فراخ بالظبط. ملح وفلفل وكزبره، حبهان، ورق لوري. عايزه تحطي بصلايه حطي، بس انا حاطه بصل كتير في قلب التتبيله بتاعه الحمام. هننزل بيهم كده وهنقلب. عندي هنا خلاص خلصت حشو الحمام بالشكل ده. انزل بقى فيه بالميه بتاعتي بالشكل ده بالراحه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم امين يا رب العالمين. اللي عايز يشوف النبي عليه افضل الصلاة والسلام في منامه او حتى وقت العرض عليه، حاولوا بقدر المستطاع تصلوا على النبي كتير. الصلاة على النبي تمحي الذنوب زي المية كده ما بيدوب فيها الملح. يقول لك الملح في الماء يدوب والصلاة على النبي تمحي الذنوب.
اكسروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا، وهقفل بقى ايه الغطا عليها واسيبها لحد ما تستوي. حاولي تخلي الغطا بتاع الحلة موارب شوية علشان الحمام ياخد راحته في السوا. عندي هنا خلاص الحمام بتاعي استوى. لما نيجي نعمل في الجناح كده بسكينة او بشوكة بالشكل ده هتلاقيها استوت معاكي. اوعي تجربيها وتحطيها في قلب الحتة اللي المفروض تبقى ايه مقفولة. هي كده ان احنا نطلع الحمام بالشكل ده. امسكي بالراحة خالص، انا قلتلك الحمام بيحتاج معاملة خاصة، يعني معاملة كده بالراحة خالص بالشكل ده. هنطلع بقى بقية الحمام كله من الشوربة وارجع لكم. احلى شوية شوربة فريك. على فكرة مش ضروري حمام خالص، انت ممكن تعملوا شوربة عادي جدا وتحطوا فيها شوية فريك بالشكل ده. بس بقى المنظر